مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وأصداء الملاعب نستعرض من خلالها أهم الأحداث والقضايا الرياضية خلال اليوم. النهارده بيسعدنا ويشرفنا في فقرتنا الأولى يكون معنا الناقد الرياضي القدير الأستاذ جمال الزهيري، الناقد الرياضي بأخبار اليوم. أستاذ جمال أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ أيمن، وسعداء النهارده بوجود حضرتك معانا في أصداء الملاعب. وأنا سعيد أكتر يعني. ربنا يخليك. النهارده في قضايا كثيرة، موضوعات كثيرة، لكن يعني حضرتك دايما يعني خليني ابدا دايما، انا بحب ما يكون ضيفي الكريم ويكون لي اول يعني اطلاله معانا بالذات في هذا اللقاء. يعني انا اشعر في الفتره الاخيره المفترض ان الهدوء المفروض ان هو يسيطر على الرياضه المصريه بعد اجواء الانتخابات التي حدثت في الفتره الاخيره، سواء كانت للاتحادات او للانديه. هل ترى وتتفق معي ان ده هو فعلا الممكن اللي هيحدث في الفتره القادمه، ولا تختلف معي في هذا الراي؟ هو حتى الان الهدوء زي ما حضرتك قلتي بيخيم على الرياضه المصريه، يمكن باستثناء بعض التوابع لانتخابات نادي الزمالك والخلاف بين المجلس القائم اللي هو المجلس الجديد وخلافهم على وجود هاني العتال. نعم. وبصراحة إذا مركز التسوية والتحكيم قال رأيه وتأكد أنه هاني العتال موجود بشكل قانوني، فيجب أن يمتثل الجميع لقرار مركز التسوية أو للحكم. واحنا قلنا انه مركز التسوية والتحكيم ميزته انه قراراته سريعة، يعني ما بتطولش، يعني غير القضاء العادي اللي هو عنده قضايا كتير وعنده ملفات كتيرة جدا، فممكن القضايا كانت بتاخد سنين، يعني ممكن قضية في بداية مجلس إدارة تنتهي مع نهاية مدة المجلس. تمام. الآن ودي يمكن من المميزات اللي موجودة في قانون الرياضة الجديد. صحيح. إيجاد هذا المركز يوفر على الرياضة المصرية الكثير من إجراءات التقاضي، هتبقى الأمور أسهل، وده يدي برضو نوع من أنواع يعني تفرغ الرياضيين للرياضة، لأنه احنا أساسا كل الشغل اللي موجود ده في النهاية هدفه خدمة الرياضة المصرية. فلو قضيناها يعني لو قضيناها طول الوقت خلافات ومشاكل وتقاضي، اعتقد انه في النهايه الرياضه مش هتحقق اي حاجه يعني. تعتقد موضوع نادي الزمالك والخلاف الاخير هيصل لحد فين؟ والله هو حسب التصريحات المعلنه انه في تشدد من قائمه المستشار مرتضى منصور كلهم، مش هو شخصيا، القائمه ككل رافضين التعامل مع هاني العتال كنائب. وانا وجهة نظري الشخصية ان هذا الكلام غير جائز وغير طبيعي، لانه حتى لو الناس كانت مختلفة مع بعض، اعتقد انه بمجرد الجمعية العمومية ما تقول كلمتها يبقى الناس كلها لازم يعني تنفذ رأي الجمعية العمومية. نعم. من أتى بهاني العتال هي الجمعية العمومية. فبصرف النظر عن الاعتراضات القانونية على وجوده، إذا ثبت زي ما قلنا إنه مركز التسوية والتحكيم بيديله الحق إن هو يبقى موجود قانونا، يبقى على طول لابد أن يتوصل كل أعضاء مجلس إدارة الزمالك إلى قناعة. نعم. وهي قناعة ليست اختيارية. يا إما هيخشوا في متاهات أخرى، منها دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك مرة أخرى، يا إما يستقيلوا ويبتدوا يدعوا لانتخابات جديدة. هنخش في دوامة أعتقد الزمالك لن يكون مستفيد فيها يعني خالص. هل تعتقد أن الجلسة التي عقدها الوزير خالد عبد العزيز مع المستشار مرتضى منصور، وأيضا كان موجود رئيس اللجنة الأولمبية، هدفها تهدئة الأمور؟ ويعني كما قرأنا في الصحف أنه هو عرض أن يكون أول جلسة لمجلس الإدارة بيكون في ضيافته. هل هذا ممكن يكون حل برأيك؟ وهل المستشار مرتضى منصور وقائمته ممكن يستجيبوا لهذا الرأي؟ يعني هو ممكن يبقى حل، بس هيبقى حل مؤقت، لأنه إذا ما كانش في قناعة داخل نفوس الجميع إنه من سواء في وجود الوزير المهندس خالد عبد العزيز أو في عدم وجوده في الاجتماع، المفروض إن كل واحد عارف اختصاصاته إيه وحقوقه وواجباته. فهو أولا
يمكن حصل تأجيل او هدنة في الصراع عشان خاطر وزير الشباب والرياضة. يعني ده اللي حصل، انه مكالمة او اتصال بين الوزير والمستشار مرتضى تم على اساسها ان الاستاذ مرتضى وافق عشان خاطر الوزير ان هو يؤجل الصراع لحين صدور حكم مركز التسوية والتحكيم. نعم. انما لابد من جوانا نعتقد ونقتنع تماما انه الاسلوب مش هينفع انه يبقى معانا حد على الترابيزه، وخاصه انه القرارات تصدر بالاغلبيه. نعم. يعني ممكن جدا انا ابقى موجود على ترابيزه اجتماعات واقول لا او اعترض على قرار مجلس الاداره، الاغلبيه وافقت، خلاص انا ولا كاني موجود. يعني فاهمه حضرتك قصدي؟ انه حتى لو مجلس الاداره ككل رافض وجود هاني العتال، فيستطيع ان هو يعمل تجنيب لهاني العتال دون مشاكل. يعني زي ما بقول لحضرتك كل واحد بيقول رايه، والله هاني العتال قال راي ومجلس الاداره مش موافق عليه، خلاص المجلس الصحيح راي الاغلبيه هو اللي هيتم وما بقاش في مشاكل. بالظبط. بس يبدو اصلا ان الجلوس معه على المائده مرفوض. لا هي المشكله اكبر من لا هو معلش هو الموضوع ما هوش يعني مش نسب يعني ولا علاقه شخصيه. هو وجوده على ترابيزه مجلس الاداره واخد بالك مش بقرار حد. نعم. يعني ده قرار الجمعيه العموميه، الا بقى الحل البديل انه يتعمل فعلا دعوه للجمعيه العموميه لاخذ القرار. طب امال هو جه ازاي؟ امال هو الجمعيه العموميه دي مين عملها؟ هفترض ان مجلس الاداره هيقدم استقاله. كويس. فبالتالي هيبقى في لجوء الى الجمعيه العموميه. طب ممكن الجمعيه العموميه تجيبه تاني. بالظبط، ما هي اللي جابته. هي اللي جابته. 40,000 هي اللي جابته وهي اللي ممكن تجيبه تاني. بالظبط. عادي جدا. اذا مش حل اللي احنا نلجأ تاني الجمعيه العموميه، لان هو جاي بمصدر شرعي عن طريق الجمعيه العموميه. اذا الحل هو الرضا بقرار الجمعيه العموميه او باختيارات الجمعيه العموميه، وممارسه بقى العمل الديمقراطي صح. نعم. على ترابيزه الاجتماعات. طب خلينا نتحدث بشفافيه اكتر. هل لو كان المنافسه ما كانتش ما بين الاستاذ هاني العتال ونجل المستشار مرتضى منصور كان في هذا المنصب، كان الموضوع كان هيبقى اهدى شويه؟ يعني الدكتور عبد الله جورج ما لقيناش الموضوع ده فيه والحياه هاديه. هل ده من الاسباب اللي مخليه الموضوع مشتعل؟ لا، هي يعني ممكن يكون لها تاثير مكبره الموضوع قوي، انما ممكن برضو لو كان مثلا هاني العتال جه بدل المستشار احمد جلال ابراهيم ونجح احمد مرتضى، يعني هيبقى احمد مرتضى وهاني العتال ممكن جدا جدا كانت المشكله تبقى موجوده برضو. هو تفسير يعني عايز اقول ايه، تفسير المجلس الحالي لرفض وجود هاني العتال مش ان هو فقط نجح. نعم. لا، مثلا ما هو يقبل مجلس الاداره يقبل وجود عبد الله جورج. بالظبط. لانه القايمه كلها نجحت، وكان القايمه سايبه مقعد في الاعضاء. نعم. يعني انا عايز اقول ان هي اسباب شخصيه بحته، ليس لها اي علاقه بمين نجح ومين ما نجحش. نعم. لكن 100% هذا الوضع يضر جدا بنادي الزمالك. يعني شوفي احنا بدانا، حضرتك بتقولي لي رايك في انتخابات بالظبط، والوضع هيبقى في الزمالك. صحيح. الحاجه الوحيده اللي باينه جدا جدا ان كل الانديه والاتحادات تقريبا مستقره باستثناء المشكله الوحيده في نادي الزمالك. طب ما هو يبقى هنوصل لايه في الاخر يعني؟ نعم. وبعدين احنا برضو هنا لازم نؤكد على حاجه، احنا يعني انا مش بفتي. نعم. يعني مش بقول حاجه من دماغي يعني او من وحي خيالي. في واقع بيقول زي ما اتفقنا انه الجمعيه العموميه اختارت هؤلاء الاشخاص. نعم. خلاص يبقى نتعامل مع هؤلاء الاشخاص واحترام ارائهم ومساله انه زي ما قلنا هنقعد على ترابيزه واحده. ممكن كان موجود كابتن طاهر ابو زيد في احد مجالس اداره النادي الاهلي. تمام. تقريبا كان هو الوحيد خارج القايمه. نعم. اللي ناجحه. وكان موجود، وكل الاراء اللي بيتقدم بيها كانت بترفض.
يعني كان اي موقف، يعني كان يعتبر كابتن طاهر هو بيمثل اتجاه لوحده، طاهر ابو زيد. ومع ذلك اكتمل المجلس، كمل مدته عادي جدا، والامور مشيت، ومجلس اداره الاهلي كان بياخد كل القرارات اللي هو عايزها. نعم. يعني وبعدين هاجي اقول بقى في المقابل، يعني رغم كل المنافسه اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، اعتقد ان هناك اتجاه داخل النادي الاهلي لتكريم محمود طاهر. ده شيء جميل. فده طبعا شيء كويس. صحيح. خلاص العمليه الانتخابيه خلصت، احنا بنتكلم في مرحله جديده، فلابد انه يبقى في تعامل، يعني عايز اقول نسمو شويه على الخلافات. صحيح. طيب احنا يعني يا دام بنتحدث ما زلنا في موضوعنا عن اثر الانتخابات الان، في سواء بالنسبه للانديه او بالنسبه للاتحادات، والهدوء والاستقرار المفروض ان هو يعم ويسود الرياضه المصريه. تحدثنا عن نادي الزمالك والمشاكل الاخيره اللي حاصله فيه. خلينا دام اتكلمنا برضو عن الزمالك، خلينا نخلص موضوع ماذا عن النادي النهري واخر الاخبار والتطورات في هذا الموضوع؟ هي المشكله قائمه ولها برضو اسباب قانونيه. يعني في وجهتين نظر. مجلس الاداره او اداره النادي، بلاش مجلس الاداره، اداره نادي الزمالك عامله تصميمات معينه. وزاره البيئه لها اعتراضات على، او الري، وزاره الري والموارد المائيه لها اعتراضات على حاجات معينه لحمايه نار. هل في هد فعلا تم في هذا؟ تم فعلا هد. بس كم الهد ايه؟ اثر على ايه؟ يعني ما اقدرش اقول لك اذا كان ده صح او لا، لان دي لجان هندسيه. انما اللي انا اعرفه برضو في المقابل، وللاسف انه هقول نفس المثال، النادي الاهلي صحيح. يعني انا مش قاصد، لكن هي اللي جايه بالصدفه. النادي الاهلي طلع ملاحظات من وزاره الري على تندات وحاجات معينه موجوده في النادي النهري للنادي الاهلي. نعم. وتم ازالتها. يعني اقصد ايه هنا؟ التعامل يعني لا يكون الا على ارض الواقع. يعني مثلا في واحد عامل مخالفه معينه. نعم. لو هي مش مخالفه، طب ما هو يعني هيبقى من حق نادي الزمالك ياخد تكاليف هذا الهد من الوزاره. صحيح. واعتقد انه مجلس الاداره ماشي في هذا الاتجاه. نعم. يعني مجلس اداره الزمالك ماشي في اتجاه انه يعني لو الوزاره كلفته، وزاره الري، الاجراء اللي قامت بيه اضر بنادي الزمالك، فنادي الزمالك يعني هيسعى لانه يسترد حقوقه. صحيح. ان هو ما يخسرش. وهو حق مشروع برضو للجانبين، وهننتظر برضو انه يبقى فيه جهه محايده هي اللي تاخد القرار، هي اللي تقول الزمالك على حق ولا الوزاره الري على حق. في القضايا مثل هذه القضايا بقى بنلجأ ليه؟ للقضاء العادي ولا؟ لا دي بقى دي اعتقد قضاء عادي، لانه هي ما لهاش علاقه بالرياضه. يعني ده حاجه انشائيه او مخالفات او فما هياش لها علاقه بس برضو انا عايز اقول انه هرجع واقول انه لو تم التنفيذ بطريقه هاديه من غير الحاق الضرر بالنادي، يبقى من البدايه ما استناش لما واحد يعمل عماره مثلا وينهدها وبعدين اجي اهدها له. طب ما هو اين كانت الجهات دي؟ صحيح. اثناء التنفيذ. صح. يمكن زي ما وزاره الري قالت انها كانت بتبعت بتنبه نادي الزمالك على المخالفات. طب انذارات يعني. انذارات. طب ليه ما كانتش بتتابع تنفيذ الانذارات دي عن طريق الشرطه او صحيح. الحي يعني. فالامور بتكبر مننا في حاجات ممكن تخلص من الاول يعني. لكن النادي الاهلي ازال هذه التعديات النادي الاهلي زي ما عرف. يعني اتمنى اكيد كل المشكلات دي ان هي تنتهي، سواء كان بقى لوزاره الري بالظبط لنادي الزمالك. قدامنا هدف، والرياضه المصريه قدامها هدف معين بنتمنى ان احنا نحققه بعيدا عن اي مشكلات. طيب اتكلمنا على انتخابات النادي الزمالك والمناوشات اللي بتحدث فيها واللي احنا بنتمنى طبعا اكيد الاستقرار ليه. على الجانب الاخر حضرتك ذكرت منذ قليل انتخابات النادي الاهلي، وان هم بيدرسوا ان يكون في لقاء مع المهندس محمود طاهر، ويكون في ترتيبات، ويكون في ترتيب للبيت، ويكون في يعني ممكن نقول تفادي لما حدث اثناء الانتخابات الساخطه او ازاله لرواسب الانتخابات. تمام.
تولي كابتن الخطيب رئاسة النادي الأهلي كنجم كرة، يعني أشهر نجم كرة تقريبا في مصر، إنه يتولى رئاسة النادي الأهلي. عايزين ناخد النقطة دي وندرس تأثير هذا على فريق كرة القدم والإضافة اللي ممكن يضيفها ليهم. هقول لحضرتك أولا، رغم إنه الخطيب زي ما حضرتك قلتي هو أكثر نجوم كرة القدم شهرة وتأثير، أو من ضمن، لأنه في كذا حد يعني، لكن نقدر نقول انه الخطيب سيتصرف في هذا الامر بعيدا عن كونه نجم كوره. تمام. بمعنى وهو ده الفرق بين الاداره وبين ان انا انزل احشر نفسي في كل التفاصيل. الخطيب في هذه الحاله هو رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. وسيتولى اداره ملف الكوره. انما على حسب معرفتي بما يعني بشخصيات الاسماء المذكوره، انه الخطيب لن يتدخل بشكل شخصي في امور تخص فريق الكوره اللي هو مسؤول عنه حسام البدري وسيد عبد الحفيظ. يعني هيديهم مطلق الحريه ومطلق حسه الكروي مش هيخليه او هيدفعه ان هو يتدخل. لا ما اعتقدش لانه في الاول وفي الاخر هو مش مسؤول عن فريق الكوره بس. صحيح. يعني هو مسؤول عن النادي ككل، منظومه كلها الاهلي. ولو حصل ان هو تدخل اعتقد، يعني اشك طبعا ان ده يحصل، لكن اعتقد انه هيبقى مضر لفريق الكوره، لانه هو اولا الكابتن الخطيب حتى لما كان نسيبه او جوز بنته اسامه حسني صحيح، رأوا في جهاز الكوره انه يتم الاستغناء عنه او ما يستمرش مع النادي الاهلي، وهو كان مسؤول برضه الكابتن الخطيب ايامها، لم يتدخل في الامر. كان عضو في لجنه الكوره في ويعني اذا المساله هي خيوط رفيعه، لكن لو شلناها بتبوظ الدنيا. وعشان كده انا بقول لحضرتك انا متاكد ان هو هيبقى تدخله من وجهه نظر ان هو المسؤول عن النادي. نعم. يعني تدخل مش في التفاصيل. يعني هيبقى رسم سياسات اكتر منه القيام بالعمل التنفيذي. ليه انا قلت لحضرتك السؤال ده بالتحديد؟ خليني واضحه مع حضرتك، لان الشارع الكروي المصري بدا يتحدث ان ممكن نشوف حسام غالي تاني يرجع في يعني علاقته جيده بكابتن الخطيب، ممكن عماد متعب يبدا ياخد وضعه تاني. يعني دي الانباء او دي يعني نقدر نقول نبض الشارع المصري. لن يكون هذا الا اذا كان راي الجهاز الفني كده. يعني اذا الجهاز الفني شايف ان عماد متعب يستحق دور اكبر في الفريق، فمش الكابتن الخطيب مع كل الاحترام له مش هو اللي هيدي عماد متعب الدور ده. وكمان لو الجهاز الفني شايف ان حسام غالي يرجع، يعني انا واحد من الناس، انا وجهه نظري الشخصيه، انا بعيد عن اتخاذ القرار، بقول انه لو حسام غالي عاوز يرجع الاهلي، لو انا رايي انا الشخصي يرجع، لانه انت عندك في الفريق 30 لاعب. صحيح. كويس. مش كل ال 30 لاعب بيلعبوا، ممكن يبقى في لعيبه موجوده يعني خلاص هو قرب يختم حياته الكرويه تقريبا، حسام غالي، فممكن يبقى له دور فيما بعد. ممكن يبقى له دور خارج الملعب مع الفريق، بس بشرط ان الامور تبقى واضحه. نعم. يعني لما يجي حسام غالي مش هيجي على اساس ان هو يبقى اساسي. زي عماد موجود دلوقتي. صحيح. هل مجلس الاداره لو تدخل وفرض على حسام البدري، وده اعتقد انه مش هيحصل، ان هو يلاعب عماد متعب، انا اشك في كده، مش ممكن ده يحصل. واخد بال حضرتك؟ نعم. يعني المخاوف دي اعتقد انها مش موجوده. نعم. اللي هي مخاوف انه تدخل في انه كونه لكون الكابتن الخطيب نجم كره القدم الاول، ده مش معناه هو النهارده مش نجم كوره، هو النهارده رئيس نادي. صحيح. رئيس مجلس اداره، فبالتالي الامور هتختلف يعني نعم. في نظرته وتعامله مع الفريق. نعم. طيب بذكر النادي الاهلي لديه مباراه غدا امام مصر المقاصه، احدى مؤجلات الاسبوع الثاني لمسابقه الدوري العام المصري لكره القدم.
بيدخل النادي الاهلي هذا اللقاء وهو معنوياته مرتفعه بعد الانجازات اللي بيحققها والفوز اللي بيحققه في بطوله الدوري بعد قربه من منافسه او من المركز الاول، طبعا هو مركزه المفضل، ومنافسته مع النادي الاسماعيلي، ولسه برضه عنده يعني غير المؤجل بتاع غدا عنده كمان مباراتين مؤجلتين. دي كلها دوافع كبيره للنادي الاهلي في هذا اللقاء. على الجانب الاخر مصر المقصه والطفره التي حدثت في هذا الفريق في الفترة الأخيرة بقيادة الكابتن عماد سليمان. طبعا يعني كل الإنجازات بتقول من منذ توليه في المباراة الأولى وحتى آخر مباراة قادها فريق مصر المقصة تغير الفريق بشكل واضح جدا. كان في فترة من الفترات بيحتل المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري، دلوقتي ارتفع وأصبح في المنطقة الدافعة. كيف ترى هذا اللقاء؟ طبعا هو لقاء مهم جدا جدا، زي ما حضرتك قلتي كده. الوضع داخل مصر المقاصة مع كابتن عماد سليمان تحسن بشكل كبير جدا، وأدى في المباريات الأخيرة وحقق انتصارات المركز الثامن، يعني من يتخانقوا في المركز الثامن يعني اللي كان في المركز بقى 15 نقطة يعني حاجة بعد ما كان في المؤخرة. صحيح. يعني بقى هو تقريبا في المركز الثامن. الثامن. فأعتقد انه الفريق ابتدى يستعيد الرونق بتاعه، فريق مصر المقاصة اللي الحقيقة كان برضو على مدار المواسم الأخيرة كان أحد الفرق المهمة جدا والجميلة جدا في أدائها وفي لاعبتها وكده. بس عندك على الجانب الآخر النادي الأهلي بيمر بحالة نشوة في غيابات كمان عنده غيابات وخصوصا في الدفاع، يعني في الخط الخلفي رامي ربيعة عنده رامي ربيعة وسعد سمير وعلي معلول، هشام محمد برضو غايب، يعني عنده مشاكل. بس الدوافع اللي موجودة برضو عند النادي الأهلي واللعيبة والبدلاء الموجودين اعتقد ان هم لن يتنازلوا عن الفوز في هذه المباراة. يعني الأهلي يسعى لتحقيق الفوز التاسع له، يعني هو لعب حتى الآن 9 مباريات، حقق 8 انتصارات وتعادل 1. أول مباراة هي التعادل بطلع أول مباراة بالظبط. فهو يهمه جدا لأنه لو كسب هذه المباراة النادي الاهلي. كابتن حسام البدري كان ليه طلب، ويمكن طلبه من كابتن بيبو ان هو يعني يوجهه الاتحاد المصري لكره القدم ان هو عايز يلعب ب4 لاعبين افارقه او على 4 عفوا اجانب، مش اجانب في المباريات. يعني هم صحيح مقيدين، لكن اتحاد الكوره اصدر قرار ان في حق فقط ل3 في الانضمام لقائمه المباريات. تعليق حضرتك ورايك؟ يعني كان في كلام كتير عن الموضوع ده في انا ارفض طبعا هذا الكلام مع كل الاحترام يعني لوجهة نظر النادي الأهلي أو كابتن حسام البدري، لأنه أصلا 3 كتير جدا على الدوري المصري. يعني إحنا مشكلة الكرة المصرية، انتوا هتشتروا لعيبة أو اشتريتوا لعيبة بدل ما تقعدوهم على الخط، لا ممكن تسجلوهم أو يعني تكملوا إجراءات تعاقدهم وتلعبوا 3 بدل 4. يعني أقصد إنها حلول في الآخر مش مفيدة للكرة المصرية. نعم. هي قد تكون مفيدة لفريق أو فريقين أو 3 اللي عندهم كمان القدرة المالية إن هو يجيب لعيبة أجانب على مستوى عالي، إنما مش مفيدة للكرة المصرية لأنها بتاخد، عارفة 4 يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى 4 لعيبة من 11 في الملعب، يعني قربنا من نص الفريق، يعني تلت الفريق. فطبعا مشكلة، يعني أرجو إن يعني نبعد عنها بقدر الإمكان عشان ندي فرص للعيبه اخرين يعني. نعم. طيب احنا دام احنا ذكرنا هذه القرارات، في قرار اخر كان اتخذ اتحاد الكره، وهو ان القائمه او اللاعبين اللي في الانديه 30 لاعب، وكان فيه كلام برضو كتير 25 ولا 30، وقالوا برضو بعض الانديه اعترضت وقالت ده خدمه للانديه الكبرى. احنا شايفين دلوقتي في نادي الزمالك قد ايه مستر نيبوشا بيعترض على وجود 30 لاعب، وان دي مشكله كبيره جدا وزحمه وعامله له مشاكل مع اللعيبه ومش قادر يثبت التشكيل. يعني حتى الانديه الكبرى ما استفادتش، يعني فانا ما اعرفش برضو ايه القرارات اللي على فكره من ضمن المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك تحديدا مع وجود نيبوشا مع بدايه الموسم، انه جه لقى عدد ضخم جدا من اللاعبين موجودين. وعلى فكره ده مش معناه ان لعيبه الزمالك وحشين، لعيبه الزمالك كويسين،
يعني اسماء كلها في انديتها كانوا اسماء كبيره ومكاسب. يعني انا عايز اقول انها صفقات ناجحه جدا، بس مساله ان المدير الفني يقدر يثبت تشكيل في ظل هذا العدد الكبير صعبه، ويمكن ده اللي بيضيع شويه الفرص من الزمالك، انه مفيش تثبيت او مفيش ثبات للتشكيل. كويس. يمكن الاهلي قادر يعالج المشكله. احنا بنشوف صالح جمعه، بنشوف احمد الشيخ، بنشوف لعيبه كتير جدا. صحيح، الشناوي شفناه في حراسه وعلى مستوى عالي جدا. انا اقصد بنشوفهم على دكه البدلاء وما بيتكلموش. كويس. لانه الاهلي عامل تشكيل ثابت. اللي هو عندك مثلا تلاقي احمد فتحي اساسي ومن كام سنه. صحيح. وليد سليمان، هتلاقي عبد الله السعيد. يعني اقصد الاهلي عنده ثبات في التشكيل اكتر، ليه قوام شكله، له قوام او له هيكل رئيسي بيعتمد عليه. ده ما قدروش يعملوا نيبوشا. يعني ليه ما قدرش يعملوا؟ ما هو ليه مش قادر؟ لانه عنده امكانيات وعنده لاعبين. هو جديد على الفريق، دي نمره واحد. يعني نقارن بينه وبين حسام البدري. حسام البدري عارف الفريق. ما بلاش المقارنه دي، الناس بتزعل. خلينا كل فريق بيبقى ليه امكانيات وقدرات. يعني خلينا نتكلم عن كل واحد فيهم على حده. نقول بلاش المقارنه، لكن هقول ان نيبوشا ممكن يبقى عنده لعيبه يعني كفاءات جدا، وعاوز يجرب الفرقه لان هو مش مستقر عليها. هو ما تولاش تدريب الزمالك مثلا السنه اللي فاتت، فعنده فريق اللعيبه كلها اغلبها اللي جه جديد. نعم. واخد بال حضرتك؟ فما استقرش عليهم. نعم. ما جربهمش ومشي معاهم شهور مثلا. يعني مش نفس تجارب الانديه الاخرى. نعم. في انديه معروف حسني عبد ربه مثلا من اللعيبه التقل في النادي الاسماعيلي. صعب ان واحد يلعب بداله في الوقت الحالي. كويس. صحيح. فالزمالك بيمر بمراحل تغيير كتيره جدا. يعني التغيير في نادي الزمالك على مستوى اللاعبين يعني عايز اقول انه سريع جدا. يعني ما فيش مدير فني بيلحق صحيح يعمل تشكيل لعيبه يقعدوا مثلا سنتين ثلاثه، موسمين او 3 مواسم. هي دي المشكله الاساسيه. مع نيبوشا بقى نفسه ممكن يكون بيحاول يجرب كل اللعيبه اللي عنده في اثناء الموسم، وتجربه اللعيبه اثناء الموسم بيأثر على اداء الفريق وبيأثر على نتائجه. صحيح. زي ما احنا شايفين في الزمالك. نعم. مره تلاقي الاداء كويس جدا ونتائج كويسه، ثم يحصل ضربات معينه في الفريق. صحيح. عموما يعني احنا بنتمنى للاستقرار سواء كان لنادي الزمالك او النادي الاهلي، استقرار في الاجهزه الفنيه، لان بالتاكيد هيكون لها تاثير وانعكاس واضح على نتائج الفرق. خليني انتقل مع استاذ جمال لموضوع اخر. يعني كنا نتمنى طبعا نشوف النادي الاهلي مشارك في هذه البطوله، وهي كاس العالم للانديه المقام في ابو ظبي حاليا في الامارات العربيه المتحده الشقيقه حتى 16 من ديسمبر الحالي. حضراتكم عارفين الفرق المشاركه، هنذكركم تاني بيها: الجزيره الاماراتي، ريال مدريد بطل اوروبا، جيرميو البرازيلي، الوداد المغربي، واوراوا الياباني، اوكلاند سيتي بطل اوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي. دي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. كأس العالم للأندية انطلق. الجزيرة الإماراتي لعب من يومين مع أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاند واستطاع أنه هو يفوز عليها. الجديد النهاردة أن الجزيرة الإماراتي أيضا لعب مع أوراوا اليابان كبير منذ البداية، وهو ملاقاة فريق ريال مدريد. كيف ترى هذا اللقاء؟ لا طبعا حلو جدا، نتيجة جميلة جدا، وفوزين متتاليين يوصلوا فريق الجزيرة الإماراتي لأنه هو يواجه ريال مدريد. لا هتبقى يعني انا شايف ان ده في حد ذاته انجاز، يعني حاجه جميله جدا، ويعتبر كده يعني ممثل مشرف جدا يعني للكره العربيه والاسيويه. نجاح فريق الجزيره في انه يصل الى ملاقاة ريال مدريد
جميل. على فكره ريال مدريد، بذكر ريال مدريد، عندها كم مباراه النهارده في الدوري الاسباني مع اشبيليه. يعني تابعت فقط الشوط الاول، 5 اهداف في الشوط الاول، وكان لسه الشوط الثاني المفروض يعني ان هو شغال. فيعني مباراه قويه جدا، ويسافروا بكره. لا يا رب يهدوا خلصت فعلا خلصت 5-0 يعني يهدوا مع الجزيره الاماراتي شويه. يعني فده يعني انذار للجزيره طبعا. يعني احنا مبسوطين جدا لهذا الفريق ان هو قدر ان هو يوصل لهذا على المستوى. فكره يا استاذ ايمان، هو مواجهه يعني كون فريق عربي يواجه فريق ريال مدريد، اعتقد ده في حد ذاته طبعا انجاز. حاجه جميله جدا. يعني وممكن يحاولوا يحققوا على قد ما يقدروا افضل نتيجه. اكيد، وهم كده بيردوا على بعض المشككين. يعني في بعض الناس كده قاعده غرضها انها تقلل من اي حاجه. قالوا ان برضو ان هو عشان البلد المضيف وان هي استضافت البطوله، لكن لا، هي اثبتت للجميع النهارده، وهذا الفريق اللي فعلا يستحق كل الاشاده والتقدير، ان هو لا بطل، وان هو بطل الدوري الاماراتي، وان الدوري الاماراتي دوري قوي. وده كان واضح جدا في مباراتين الماضيتين، وان شاء الله ايضا الصوره هتكون واضحه جدا في مباراته امام ريال مدريد، اللي هيبدا يسافر غدا لدولة الإمارات عشان يستعد للقائه يوم الأربعاء القادم. نتمنى للجزيرة الإماراتي التوفيق. ده بالنسبة للجزيرة. على الجانب الآخر خلي بالك الجزيرة أندية آسيا متعودة جدا على اللعب مع اليابان، مع الأندية اليابانية وأندية شرق آسيا. صحيح، عشان البطولة الآسيوية، لأن هما بيلعبوا معاهم أساسا يعني في احتكاك. يعني مش غريب إنه الجزيرة يكسب. صحيح. يعني اللي هو ده رد على المشككين اللي هو ممكن يقول لك عشان هم مستضيفين. صحيح. مفيش في كرة القدم هم مستضيفين. يعني زي ما بنيجي نتكلم مثلا عن روسيا كدولة مضيفة، بعض الناس يقول لك روسيا ضامنة الوصول إلى دور ال16. نعم. منين بقى؟ جاي منين الضمان ده؟ هنتكلم برضو لسه يعني أكتر. لا أنا بدي بس مثال إنه طريقة التفكير مش مظبوط. صحيح. ممكن صاحب الأرض يخرج عادي جدا. التنظيم حاجة والاستمرار في المنافسه حاجه تاني. على الجانب الاخر الوداد المغربي اللي كانت طبعا يعني المفروض ان احنا نشوف النادي الاهلي، لكن الوداد المغربي هو اللي كان بطل افريقيا وشارك في هذه البطوله، خرج النهارده على ايد باتشوكا المكسيكي. بالزبط. كيف ترى هذه النتيجه؟ وهل حضرتك تتوقع بالنسبه للوداد ان دي تكون من اول مباراه ان هو يخرج من هذه البطوله؟ لا الحقيقه ما كنتش اتوقع، بس برضو فريق باتشوكا له مشاركات كتير على فكره قبل كده، والنادي الاهلي اعتقد لعب معاه قبل كده. كان في المغرب في بطولة الأندية برضو. عايز أقول إنه الكرة المكسيكية صحيح الوداد فريق قوي وكل حاجة، بس الكرة المكسيكية كمان متطورة. يعني إنها عندها احتكاك مستمر بفرق أمريكا، وسواء أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية، يعني بيمثلوا مدرسة الكرة المكسيكية. فمش غريبة النتيجة نفسها او فوز، هي العمليه مفروض على ارض الملعب. يعني اللي عاوز يثبت حاجه صحيح. زي ما عمل فريق الجزيره الاماراتي، مش مقضينها كلام، يعني الناس شغالين وبيلعبوا يعني عاملين استعداد كويس اكيد، معاهم مدير فني كمان كوفي هولندي، يعني صحيح ومركزين جدا في المباراتين اللي لعبوهم، فكان طبيعي ان هم يكسبوا ويوصلوا المرحلة. اكيد هنتمنى لهم التوفيق في لقائهم الهام يوم الاربعاء القادم. خلينا نروح لقضيه اخرى، ومنتخبنا الوطني وموضوع المؤجلات وعفوا المباريات اللي هم عايزين المفروض يتعاقب معاها الشركه الراعيه في الفتره القادمه. كوبر عايز 6 مباريات، احنا بنقول او الاتحاد المصري يقول لك 4. في خلافات كده على هذه المباريات. حضرتك شايف ايه الاصلح لمنتخبنا؟ والله انا شايف ان المدير الفني مستر كوبر هو صاحب القرار في هذا الامر، هو اللي يحدد احتياجاته. يعني الوقت اللي عنده اللي هو يقدر كمان ينسق ازاي الوقت مع المسابقه المحليه، لانه هو عارف هو عاوز يلعب كام مباراه. نعم. مش موضوع بقى ان انا اجيب له عدد كبير من المباريات، مش قصه عدد. صحيح. يعني يمكن انا دايما لما بقارن بين وصولنا لكاس العالم المره دي ووصول سنه 90، نعم، الكره المصريه قبل 90 ما كانوش يعني اللعيبه ما كانوش محتكين دوليا بلعيبه اوروبا. النهارده معظم الهيكل الاساسي بتاع المنتخب المصري لعيبه محترفين. تمام. فعندهم زي محمد صلاح، زي النني، زي المحمدي، زي كل لاعيبتنا، رمضان صبحي، كل دول محتكين مع
اللعيبه الاجانب، ما فيش الرهبه. فهنا اللي يحدد هو محتاج ايه. يعني هو اكيد محتاج يلعب مباراه مع بطل اوروبي، يعني مع نادي اوروبي، صحيح، ومباراه اخرى مع امريكا اللاتينيه، فرقه من فرق امريكا اللاتينيه. ده حد ادنى. يمكن يكون مش محتاج قوي ان هو يلعب مباراه عربيه مثلا، على اعتبار ان احنا عارفين مستوى الفرق العربيه وبنتعامل معاها. لكن لو قدر يعمل 3 مباريات يعني يكونوا مختارين بشكل جيد، وغالبا هيتعمل من خلال معسكر في اوروبا. صحيح، لانه برضو ممكن الوقت ضيق، ما تعرفيش تجيبي فرق معينه، فلازم انت تروحي، لازم احنا نسافر يعني. فده المفروض بقى بين المدير الفني والشركه الراعيه، التنسيق هنا مهم جدا. حضرتك ترى 3 مباريات بس كافيه لمنتخبنا قبل هذا المونديال؟ ما انا بقول لحضرتك ليه، لانه الوقت الاجنده بتاع الدوليه كمان، واللعيبه أيوة المحترفين عشان يجيبهم، والوقت بتاعك انت. طب ما هو اكيد عارف الكلام ده مستر كوبر، يعني هو اكيد عارف. هو عارف 100%. طب عمال على اي اساس ان هو عايز 6 مباريات وهو عارف ان ده بتقولي الشركه الراعيه؟ لا ده هو عايز 6. شركه الراعيه هو اللي يحدد، لو على حسب الاجنده الدوليه هو اللي بيحدد، بيشوف انا محتاج كذا مباراه. ما حدش يقدر يقول له مثلا هجيب لك 10 مباريات. الوقت نفسه هو محتاج ان الدوري يستمر عادي، ويعني ده امر طبيعي يعني. ان المسابقه المحليه شغاله، وهو بياخد فرقته في وقت معين حسب الاجنده الدوليه ويلعب ماتشات معينه. نعم. مين اللي يحدد؟ هو رقم 1. لو قال 2 3 4 زي ما هو عايز. صحيح. المهم الوقت نفسه يسمح. يعني المهم الاجنده الدوليه تسمح بانه هو يعمل هذه المباريات. تمام. وانا بقول برضو انه على الشركه الراعيه واتحاد الكوره ان هم يوفروا للراجل كل طلباته، عايزه عشان بالظبط ما يقولش انا طلبت بعد كده وما حدش عمل. لا يعني هو الطبيعي جدا انه يتلبى كل طلباته، لان انت ما بتوصليش كاس عالم كل 4 سنين. يعني نتمنى ده يعني، بس احنا الواقع ان شاء الله ان شاء الله. لكن الواقع ان انت اول مره بعد 28 سنه، فمحتاجه اعداد برضو كويس. صحيح. لكن اللي يحدد مين هو المدير الفني. نعم. واخد بالك؟ وهو المفروض دلوقتي يكون في اجتماعات وفي ترتيبات وفي اتصالات دوليه. يعني انا عرفت انه جاي عروض كتيره جدا على لسان كابتن ايهاب لهيطه، ان في عروض بس مفيش حاجه رسميه، بس كده كلام كده. هو حتى قال كده، بيقول انها عروض غير جاده من وكلاء. يبقى احنا مش هنعتمد في كلامنا على هو محق في على الوكلاء. صحيح. والله العروض الجاده لو جت 100% بتعرض على كوبر والجهاز الفني، بيحددوا مدى اهميه هذه الفرق او هذه المباريات الوديه، ويتم الاتفاق عليها. تمام. انما في الاخر وفي الاول وفي النص وكل حاجه، الراجل برضه عشان نطمن، اصل ناس كتير برضه تقعد تتكلم على طريقه اللعب وهنعمل هو اللي ايده في النار، هو اللي هيحدد، هو اللي هيختار المجموعه اللي هو عايزها، اللي هو بيتفاهم معاها، محدش يفرق. يعني ده انجاز كبير جدا لكابتن محمد صلاح. طبعا نتمنى له التوفيق. المباراه الاخيره لليفربول وسبارتاك موسكو كانت دي المباراه اللي هتحدد ليفربول هيصعد لدور ال16 ولا لا. استطاع ان هو يفوز استاذ جمال ب7 أهداف نظيفه. يعني فريق ليفربول، وده انجاز كبير جدا لهذا الفريق في ظل الكوكبه اللي عنده بصراحه مجموعه مهاجمين من افضل اللاعبين العالم، سواء طبعا محمد صلاح او ساديو ماني، يمكن احرز هدفين، وصلاح احرز هدف، وفيرمينيو احرز هدف ايضا، وفيليب كوتينيو احرز 3 أهداف. فيليب كوتينيو ده من افضل اللاعبين في العالم والهدافين في العالم، بيلعب في ليفربول. برضو زي ما ذكرنا محمد صلاح ايضا ارسنال والنني. نعم. النني ايضا وفريقه ارسنال استطاع ان هو يفوز على بوريسوف من بيلاروسيا وفاز ب6 أهداف نظيفه، واختير افضل هدف لمحمد النني المصري. يعني انجاز كبير، ولاعيبه مصر متالقين في الدوري الاوروبي من شرفنا. يتقدمهم جميعا محمد صلاح اكيد ما شاء الله، حتى على مستوى البطوله الاوروبيه او على مستوى الدوري الانجليزي. عامل اداء رائع جدا، مشرف، لافت الانظار، لدرجه انه بدات الفرق الاسبانيه
تنظر الى محمد صلاح. انا بقول ان هو من وجهة نظري الانجح تجربة احترافية حتى الان. نعم. مع كل الاحترام للاخرين، النني عامل برضو شغل كويس جدا. هما الاثنين بدأوا مع بعض في سويسرا. نعم. ثم انتقلوا بعد كده الى الدوري الانجليزي، ثم الايطالي محمد صلاح برضو تألق في ايطاليا جدا. فالحقيقه تجربته في تشيلسي هي اللي كانت يعني نقدر نقول محطه يعني ما وفقش يعني فيها زي ما هو الميزه بقى في محمد صلاح في الفتره بتاعه تشيلسي ان هو يعني وجوده على دكه البدلاء ما اثرش عليه نفسيا. صحيح. وده برضو على فكره يا استاذ ايمان نقطه مهمه جدا، ان اللعيب نفسه لازم يبقى عنده تحدي. يعني لما انتقل من تشيلسي راح لروما، شفناه متألق جدا وعامل شغل. صحيح. ورجع مرة أخرى إلى ليفربول أو الدوري الإنجليزي. جوزيه مورينيو عايزه أعرف رأيه إيه دلوقتي لو أشوفه يعني. لا 100%. هي طبعا هو كمدير فني أكيد يعني بيلوم نفسه يعني. مش كده؟ يعني طبعا. لأن هو بيبقى عنده لاعب، ما هي وجهات نظر. ممكن جدا مدير فني يبقى مقتنع بلاعب، وممكن ما يبقاش مقتنع بلاعب تاني، بس لما بيلاقي اللاعب اللي هو مش مقتنع بيه راح مكان تاني وتألق، لا بتفرق معاه طبعا. بيبقى يعني اصل بالنسبه له هو بشر يعني، فبيزعل يعني لانه كان في ايده يعني. طبعا ما قدرش يخرج منه او يستثمره صح ويعرف قدراته ايه. عارفه بيبقى رد يوفقه. هو يعني احنا من فتره كنا بنتكلم على منافسته على القاره الافريقيه افضل لاعب، النهارده كمان الجديد معانا ان هو افضل لاعب. يعني برضو المنافسه داخله انه يكون افضل لاعب عربي، يعني يبقى عربي وافريقي. لسنا فقط حاجه واحده بس هي الدوري. ان شاء الله ان شاء الله يوصل لها اكيد، يعني بالشخصيه الجميله دي بالجهد والمجهود وتعبه وكل اللي بيحصل ده اكيد ان شاء الله يوصل. ايضا ناقص ايه يعني حاجه بسيطه ان شاء الله تحصل قريب. دايما وسنه يساعده، لسه سنه قدامه 25 سنه اعتقد يعني. صحيح. صحيح يعني لسه صغير يعني. انا دايما بسميه يعني دايما في معظم اخبارنا بختم بيه وبحلي بيه، فبقول دايما الفاكهه. وبعدين قلت كابتن علي ابو غريش يزعل، فقلنا خلاص هنسميه كريزه الرياضه المصريه والكره المصريه. دايما بنزوق بيها التورته، فهو دايما بيزوق لنا الرياضه المصريه الجميل. فهو يعني كريزه جميله، نتمنى له يا رب دايما التوفيق. ودايما لما بجيب سيره محمد صلاح بقول كل مشاهدينا الكرام بس مطلوب من حضراتكم ندعي له بس مش اكتر. ربنا يحفظه ويحميه من اي اصابه من اي حاجه وحشه. لان فعلا ان شاء الله نسمع عنه اخبار كويسه قريب. لو راح ريال مدريد يعني هل تؤيد ان هو يروح الدوري الاسباني بص هقول لك ويلعب، ولا شايف ان هو انا بقول انه اللاعب ده شخصيه، يعني شخصيته هي اللي هتفرض وجوده في اي مكان على فكره. صحيح. يعني مش تجربته مع تشيلسي ادت انطباع انه مش هينفع في الدوري الانجليزي. لا، رجع لما تاني. خرج راح روما وتألق، رجع بعد كده الدوري الانجليزي مع ليفربول. ويعني ايه مش هينفع في الدوري الاسباني؟ لا مش هينفع. لا يعني خالص، بالعكس ده هي قدراته تأهله للدوري الاسباني 100%. وعلى فكره كل اللي بيتابعوه من وكلاء ومن مدربين شايفين في حاجات معينه، مواصفات معينه مش موجوده عند لعيبه عندهم، عشان كده بيفكروا فيه يعني. صحيح. يعني ريال مدريد ده عرض عليه 40 مليون يورو ويدوا لوكاس فاسكيز يقعد ولا يروح. بالظبط كده. لا ينقل لو في فرصه قدامه قويه وهو يقدر يعمل من يعني انا بتكلم بناء على نصيحه مستر كوبر. كان ليه احد التصريحات الاعلانيه في القنوات ان هو شايف ان هو كويس جدا، هو واخد مكانه. واعتقد ان يورجن كلوب الالماني المدير الفني لليفربول مش ببساطه ان هو يتنازل برضو عنه يعني. واذا هو قدر برضو ان هو يقعد موسم اخر مع ليفربول برضو مش وحش، ما يضرش. صحيح. يعني انا عايز اقول ايه، طالما هو كشخصيه عاوز يحقق حاجه في كره القدم هيحققها في الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني. صحيح. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمباريات دور ال16 لمسابقه كاس مصر ونرجع تاني لهذه المباريات. وطبعا كان ابرزها في المباريات اللي اتلعبت كانت مباراه الزمالك مع حرس الحدود اللي انتهت لصالح الزمالك ب3 اهداف نظيفه. رجع تاني نادي الزمالك، المباراه دي كانت مهمه ليه جدا لانه بعد مباراتين في الدوري من تعادل بالظبط واخفاق، فبدا ان هو محتاج اعاده ثقه تيز ان هو يزعله حد. فتعمل ايه؟ هو المفروض ما يستعينش بال30 لعيب. ما انا عايز اقول لحضرتك، ما انا اما بعمل اسقاطات على فرق اخرى في لعيبه بتقعد احتياطي طول الموسم، نجوم كلها. لا وطول الموسم وما بيبتدوش يلعبوا غير بعد ما اتاكد
ان انا خدت الدوري صحيح. او حققت حاجه باللعيبه اللي موجوده. ابتدي ادي فرص للعيبه البدلاء اللي احنا بنعترف كلهم انهم اقوياء. يعني نادي الزمالك مثلا اللعيبه بتيجي كابونجو كاسونجو مثلا، صحيح. ده كان مكسر الدنيا في في الاتحاد. الاتحاد. هل هو بنفس القوه مع الزمالك حتى الان؟ ما اعتقدش. عندي واحد كابوريا في المصري الشامي مثلا. صحيح. عندك لا عندك واحد السنه اللي فاتت كان ستانلي، كان مكسر الدنيا في وادي دجله وهداف يعني رهيب جدا. الصبر على اللاعب حتى في مركزه، يعني مثلا لو انا جايب راس حربه وفي مباراه واتنين ما قدرش ان هو يعني يخلص لي المباراه وجه الفرج على ايد لاعب وسط مهاجم او مدافع، نعم، مش المباراه اللي بعدها ما قعدش راس الحربه، لازم صحيح. يفضل موجود. صحيح. ليه بقى؟ لانه لازم يفضل اولا مطمن ان هو مكانه موجود، مطمن انه مش كل فرصه هيضيعها. ده معناه انه يقعد على الدكه؟ لا، يعني انا مش متعاقد معاه مباراه، انا متعاقد معاه موسم او صحيح. موسمين. فلازم ياخد الاحساس بالثقه ده عشان اقدر اكون فريق حتى لو ما لعبش، حتى لو ما لعبش كويس. يعني لو ما لعبش مثلا بنسبه 90%، لو لعب 70% ممكن افضل محافظ عليه برضه. ما هو لازم يبقى اسمه نيبوشا لازم يعني يحاول الاستقرار على فريق شبه ثابت. طيب مع يعني تغييرات محدوده. طيب خليني برضو برايك دلوقتي، مين اللي انت شايفهم متالقين في نادي الزمالك ودول نجوم نادي الزمالك ونصبر عليهم حتى لو كان يعني في تفاوت في ادائهم من مباراه الى اخرى؟ في لعيبه كتير في نادي الزمالك كويسه وتالقوا في مباريات على فكره. يعني محمد اشرف رؤى مثلا صحيح. تالق بشكل فظيع جدا، 5 أهداف لحد دلوقتي من انا بقول لك وتالق بشكل ده اللي انا بدور عليه بقى، اللي هو اللعيب اللي انا اثبته في مكانه وما يتغيرش خالص بسهوله. لانه خلاص هو كل ما بياخد مباريات كل ما بياخد ثقه واداؤه بيتحسن، واخد بالك؟ بس فهي الفكره كلها اللعيبه اللي عندي لازم احافظ عليهم كويس قوي وما بقاش دايما بدور ان انا لاعب ال30 لعيب. صحيح. يعني ما فيش فرقه في العالم بتلعب ب 30 لعيب. هو اشتكى بصراحه كتير نيبوشا طبعا، لانه هو القوام الرئيسي بيبقى 18 يعني او اقل كمان، دول اللي انا بعتمد عليهم على طول. 11 الاساسيين و3 يبقى 14. تمام، صح. تمام. يوم ما هكبر العمليه قوي هيبقوا 18. صحيح، صح. انما مش هحط 30 لعيب في قائمه، مش هقدر يعني ما ينفعش. في حته مهمه جدا اهم من المهاره الفرديه اللي هو التجانس. صحيح. انه اللعيب بيفهم زميله عاوز يعمل ايه، زميله بيفهمه. يعني واخده بالك، يعني بلغه الاشاره كده بيفهمه عايز يعني بيفكر ازاي. فده مهم جدا يعني. اكيد بنتمنى للزمالك ونقول له مبروك في كاس مصر، هارد لك لحرس الحدود في هذا اللقاء. الملاحظ في مباريات الدور ال16 سواء كان حرس الحدود، FC مصر، الجونه، الانديه اللي هي القسم الثاني ما قدرتش ان هي تكمل، يعني نفسها برضه قصير، وصلت لدور ال16 وخلاص ما قدرتش امكانياتها يعني نقول يعني شكرا ليهم لحد لانهم فعلا ادوا اداء. النهارده كان في مباراه الجونه والانتاج وانتهت لصالح الانتاج بهدف نظيف. تمام. والجونه خرج من بطوله كاس مصر. هل ترى ان هذه النتيجه طبيعيه؟ طبيعيه وفقا نعم. انه في مباراه زي كده في كاس مصر مثلا يقدروا ان هم يكسبوا المباراه ولو انها بهدف يعني صحيح. مش فوز يعني ارى ان الانتاج طبعا بالرغم ان هو في المنطقه الدافئه عفوا وتفوقه النهارده، لكن عنده ميزه جامده جدا يمكن ما حدش واخد باله منها، هو لاعبه المتالق عمر السعيد. عمر يعني بينافس على هدافي الدوري في هذا لا وبرضه بدات العيون عليه. يعني الفرق الكبيره دلوقتي عايزين طبعا الاهلي والزمالك شغالين يعني عادي، خلاص بدا الشغل. طبعا على طول. اصل اللعيب الكويس بيشد الانظار على طول. صحيح. يعني ده طبيعي على فكره. وعلى طول هو اول ما بيبتدي يظهر كده يبتدي يقول لك الاهلي والزمالك. وحسين الشحات في مصر المقاصه ايضا، يعني هما الاثنين بينافسوا على فكره، عندهم 8 أهداف في مسابقه الدوري، وهم من افضل اللعيبه حتى الان هذا الموسم اللي بارزين جدا. صحيح. عمر يعني حسين الشحات في المقاصه
وعمر. هل من الممكن مستر كوبر يكون له رأي في الفترة القادمة ولا صعب؟ شوفي، هو لازم يكون له، لازم يحاول يضم لعيبه بجد، لانه احنا مش عايزين في كاس العالم، يعني ما عندناش الخوف قوي. يعني انا شخصيا مش قلقان قوي في كاس العالم. انا كل اللي احنا محتاجينه ان مستر كوبر ياخد حبوب الشجاعه. والله ياخد حبوب الشجاعه شويه، ويبتدي مش يغامر. انا ما بقولوش غير شكل ادائك، لا، لازم الدفاع القوي لازم موجود. بس في نفس الوقت تغيير عناصر. صحيح. يعني انت هيبقى عندك قايمه تضم فيها مجموعه لعيبه برضه، تديهم فرص وتشجعهم. في برضو حسام حسن في سموحه تعلق بمباراه، كان في مباراه يعني سموحه وبتروجيت امبارح وانتهت لصالح سموحه بهدفين مقابل هدف لبتروجيت. تمام. حسام كويس جدا طبعا، لكن انا برضو شايف انه الاثنين عمر شكل الاسماعيلي في هذه الفتره وتصدره لجدول المسابقه. الاسماعيلي طبعا بشكل عام اداؤه ممتاز جدا هذا الموسم، انما انا عايز قبل ما انسى اقول على مباراته مع اف سي مصر، ان هو يعني اف سي مصر بقى تدريب وافكار وحاجات بفضل خبره وعين حسني عبد ربه. صحيح. اللي لعب الكوره في مكان رائع جدا لبهاء، احرز يعني، هو لقى نفسه هو والجون يعني. نعم. فاحرز منها هدف الفوز يعني. الاسماعيلي وتصدره مسابقه الجدول حتى الان، هل ترى ان القياده الفرنسيه فرقت مع نادي الاسماعيلي في هذا الموسم عن المواسم السابقه؟ القياده الفرنسيه، المدرب طبعا مدرب رائع جدا دوساب. ثانيا الاداره، يعني المهندس ابراهيم عثمان ومجلس الاداره 100% عملوا شغل كويس قوي. المهندس ابراهيم مسك النادي فتره انتقاليه قبل الانتخابات. نعم. وقدر ان هو يعمل توليفه كويسه، وقدر يوفر برضه، ودي نقطه مهمه جدا. لما بتتوفر للاسماعيلي بيبقى كويس. استقرار اداري ومالي 100%. الاستقرار المالي والاداري دول يخلوا الاسماعيلي يطلع في نفس الموسم يبقى له شكل كويس جدا في الدوري يعني. اكيد. ونتمنى على فكره استمرار. انا يعني كنت فرحان جدا بالمصري وتواجده في القمه مع الفرق الكبيره. فرحان كمان بالاسماعيلي ان هو رجع يعني يبقى موجود في المنافسه. اكيد. يعني طبعا احنا مره تانية بنقول للفرق اللي خرجت من كاس مصر، سواء كانت الجونه وحرس الحدود واف سي مصر، الجونه بقياده هشام زكريا، وحرس الحدود كابتن سامي قمصان، واف سي مصر كابتن ايمن مزين. بجد انتوا اديتوا اللي عليكم، خرجتوا فرق قويه من الدوري. يعني الجونه خرجت طلائع الجيش، حرس الحدود خرجتوا طنطا، اف سي مصر خرجتوا انبي، يعني فرق كلها قويه في الدوري ممتاز. فيعني شكرا ليكم ونتمنى لكم التوفيق في الفتره القادمه. المفاجاه بقى النهارده، خلينا يعني مش بقى مفاجاه ولا ايه، خلينا برضو اخدها على لسان حضرتك. المباراه الاخيره النهارده كانت في مسابقه كاس مصر، وادي دجله والمصري. وادي دجله في ثوبه الجديد مع كابتن طارق العشري في مواجهه مع كابتن حسام حسن للنادي المصري البورسعيدي، وانتهت لصالح وادي دجله بهدف نظيف احرزه محمد شريف في الدقيقه 29 من عمر اللقاء. جميل. هل ترى ان هذه مفاجاه ولا؟ طبعا على ضوء الاداء اللي احنا شفناه لوادي دجله هذا الموسم. وادي دجله اولا في المركز ال17، 8 نقاط من 12 مباراه. ماشي. انا بقول الارقام برضو مهمه. فوز 1، 5 تعادلات، 6 هزائم ايام كابتن احمد حسام. نعم. طارق العشري برضو من المدربين الاكفاء جدا. بس هل مباراه واحده فقط؟ انا يعني لا بتفرق على فكره. لا ما تفرقش. يعني كابتن حلمي طولان لما خسر المباراه اللي فاتت في طلائع الجيش، نتيجه كانت تقيله جدا 4 اهداف. ده كان كابتن حلمي طولان، ما اقدرش اقول ان هو ده كابتن حلمي طولان. هو بصي، اصل دي بيحصل نوع زي عارفه العمليه الجراحيه يعني ممكن تجيب نتيجه وممكن ما تجيبش. نعم. بمعنى ان المدير الفني الجديد اول ما بيتولى تدريب فريق بيشتغل على ايه؟ ما بيشتغلش على مهارات وحاجات فنيه. ما بيلحقش. يعني ما اقدرش اقول لك مثلا انه في واحد معاه عصايه سحريه، اول ما يروح وادي دجله يديهم العصايه يروحوا يكسبوا. امال ايه بقى؟ بيشتغل على سيكولوجي اكتر. طبعا نفسي طبعا. ما ابعدي عن الناحيه الفنيه، لانه
الناحيه الفنيه ممكن تاخد وقت، هتاخد وقت 100% عشان تشوفي انه هل التحسن اللي هيحصل في الفريق هو تحسن لحظي ولا تحسن مستمر يعني. فاللي حاصل انه في مدربين بيعرفوا يشتغلوا على الناحيه النفسيه. صحيح. ولو نجحت التجربه واخد بالك ممكن تستمر. يعني زي ما حصل مثلا في المقاصه. صحيح. المقاصه مع كابتن عماد سليمان. اول ما تولى الفريق هل غير الشكل والتكتيك والتكنيك والحاجات دي؟ لا طبعا. هو الاول بيحاول زي مين، في مدربين بيشتغلوا على انه هو زي عماد النحاس. صحيح. عماد النحاس مثلا ممكن لو تولى. مبروك وادي دجله، هارد لك للمصري البورسعيدي، هارد لك لكابتن حسام حسن، مبروك كابتن طارق العشري في قيادته هذا اللقاء. دي كانت مباريات النهارده في كاس مصر. يوم الاثنين في مباراه الاتحاد والاسيوطي، في لقاءين مؤجلين، الاهلي والداخليه والمقاولون والمقصه مؤجلين. طبعا حضراتكم عارفين لان بكره هيكون يوم الاحد في مباراه تجمع بين الاهلي والمقصه، فعشان كده مباريات الكاس بتاعتهم اتاجلت. ده بالنسبه لمباريات كاس مصر. خبر اخير معانا لان لازم نغطي كل اخبارنا، منتخب الشباب بقياده حماده صدقي بيخوض لقاءات في بطوله كوسافا المقامه في زامبيا. طبعا البطوله دي بينظمها الاتحاد الزامبي لكره القدم بمشاركه 12 منتخب. مصر فازت على موزمبيق 1-0، والنهارده السبت مصر لعبت مع موريشيوس وفازت ايضا بهدفين نظيفين. في يعني عجاله سريعه، كيف ترى هذا المنتخب؟ في عجاله انه دي طبعا اكيد في اطار اعداد المنتخب، وطبعا وجود الفريق المنتخب المصري في هذه البطوله اللي بتضم اكيد مجموعه دول، 12 منتخب مجموعه دول محيطه بزمن. احنا كمان نتمنى ليهم التوفيق في ظل قياده الخلوق كابتن حماده صدقي. استاذ جمال الزهيري شرفتنا. ربنا يخليك يا استاذ، نورتنا. يعني بيقولوا لي وقت طويل بس انا دايما اشعر مع ضيوف الكرام. لا انا بشكرك والله، وبشكر اسره الاعداد والتنفيذ وكله على الجهد الكويس اللي انتوا عاملينه بجد. يعني احنا ده دورنا، واحنا كمان لا فعلا يعني لفينا لفه كبيره يعني. اكيد يعني ده دورنا اللي احنا بنغطي كل القضايا والموضوعات الرياضيه، وده الهدف من برنامجنا، ان يكون اضافه لكل مشاهد قاعد ان هو يشوفنا، يكون كل حاجه بتخطر في باله، كل الاسئله اللي هو بتبدر في ذهنه اللي احنا نكون قدرنا اللي احنا نجاوبها له. ونعتذر وناسف لو في اي حاجه احنا ما غطيناهاش، دي بتكون خارجه عن ارادتنا، لكن احنا بنحاول على قدر المستطاع اللي احنا نكون ملمين بمختلف القضايا والموضوعات الرياضيه. استاذ جمال الزهيري مره ثانيه نورتنا وشرفتنا، كنت ضيفا كريما معنا النهارده في اصداء الملعب. الف شكر لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، ده كان لقائنا الاول مع الناقد الرياضي القدير استاذ جمال الزهيري، لكن اصداء الملاعب ما زال مستمرا مع حضراتكم. فاصل ونتواصل معكم. والجمباز أين يذهب؟ أين هو في هذه الفترة؟ أسئلة كثيرة في انتظار الأستاذ وائل السرنجاوي بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لحضراتكم من جديد، وهذا الحوار الخاص بالجمباز. الجمباز المصري في الفترة القادمة والفترة السابقة، ما له ما عليه؟ أسئلة كثيرة هنطرحها اليوم على ضيفنا الكريم المهندس وائل السرنجاوي عضو الاتحاد المصري للجمباز. اهلا بحضرتك معانا يا باشمهندس، منورنا في اصداء الملاعب. مبروك طبعا تولي حضرتك كعضو في الاتحاد المصري للجمباز في الانتخابات الاخيره. نوضح برضو للساده المشاهدين ان الاتحاد الجمباز يرأسه الاستاذ ايهاب امين فاز بمقعد الرئاسه، حصل على 7 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسته هالة سلامة، وفاز أحمد طلعت ربيع في منصب النائب، ونجح في العضوية ياسمين سمير، وليد شوقي، وائل محمود، كمال السرنجاوي، علاء الدين حامد، فاتن طه، بجانب لمياء علي عبد الرحمن، مع طبعا احتفاظنا بكافة الألقاب لكل نجومنا الكرام. بس في نقطة اتفضل. هي السرنجاوي. حاضر، عفوا طبعا باشمهندس وائل دايما منورنا. خلينا نبدا في لقائنا مع حضرتك في يعني للجمباز ما له وما عليه.
في الفتره الماضيه اخر بطوله كده خلينا فكرنا بيها كانت شوف امتى؟ انا الاول بس عايز ادي بريف عن الجمباز اتفضل. في اخر 5 سنين. قبل ما اخش اتحاد الجمباز في 2013 دخلته لمده كام شهر بالتعيين. قبليه كان في مشكله كبيره في 2012 ان حصل انتخابات من غير انتخابات رئاسه. الاتحاد اللي نجح ما كان في مشاكل كتير. لما حصلت عليه انتخابات تكميليه حصل مشاكل من الاتحاد اللي نجح في 2012 مع الناس اللي جت في 2013، كانت اللعبه ان تتعرض للايقاف الدولي نتيجه شكاوى من بعض اللجنه الاولمبيه ايامها. كان خالد زين هو رئيس اللجنه الاولمبيه والناس اللي كانت موجوده في المجلس، وكان اللعبه معرضه يعني انها تتجمد. والحقيقه كان الوزير خالد عبد العزيز ساعتها جه وشاف ان احنا لازم المجلس كله كان يمشي، وجاب مجلس بالتعيين. وحتى لما رجعنا احنا في قضيه يعني كان كانش لسه قانون الرياضه صدر. نعم. وكان المصلحه العامه تقتضي ان احنا كلنا نقدم استقالات علشان خاطر حتى المجلس المعين يكمل لغايه ما يصدر قانون الرياضه ويتعمل انتخابات، لان كان اي محاوله للعند ايامها كانت هتعرض النشاط، والنشاط فعلا اتاثر جدا الثلاث سنين اللي فاتوا يعني. يعني احنا لغايه دلوقتي احنا مستلمين الاتحاد بقى لنا شهر لسه بنكون، ما دخلناش تكوين المنتخبات، وعدد اللعيبه اللي في المنتخبات من المشكلات السابقه ما زلتوا تعانوا منها. شوفي هو طبعا يعني الثلاث يعني من 2012 ل 2019 5 سنين كفيله بان هي تجيب يعني تقضي على اي لعبه يعني. نعم. لكن الحقيقه احنا هنحاول خصوصا ان كمان الانتخابات اللي فاتت ما افرزتش مجلس جاي من قائمه واحده. يعني احنا الرئيس جاي من قائمه والاعضاء جايين من قائمه او معاه 2 اعضاء. المجلس الحالي بالطريقه المجلس الحالي طب ده ايه يعني هيلم الشمل ولا انتوا ايه؟ طمنا اكتر يعني ده يلينا اكتر على لا خالص انا قعدت معاه وكلمنا كلنا معاه. احنا مالناش غير مصلحه يعني ما حدش فينا هيرضى انه يكتب على اسمه ان فشل. نعم. كويس يعني حتى لو ما قدرناش نعمل حاجه هنمشي مش هنقعد. فاتفقنا ان احنا طول ما احنا بنتكلم في مصلحه اللعبه ومصلحه يعني مصلحه البلد احنا مع بعض يعني. انا كان ليا الشرف ان انا قعدت على كده 3 مرات كعضو مجلس اداره في نادي الزهور. فقعدت مره تحت ايد وزير اللي هو الدكتور جمال السيد الله يرحمه، ومرتين تحت ايد الفريق زاهر. فعارف يعني ايه ترابيزه، وعارف يعني ايه لازم الامور تمشي عشان خاطر نقدر نوصل اللي احنا فيه يعني. فما فيش خوف من القصه دي، مفيش عند هيحصل مجرد العند يعني. نعم. طيب اكيد كان لكم اجنده معينه في الانتخابات، يعني حضرتك ساعات بتقول من قايمه والرئيس من قايمه، لكن اكيد قائمتكم دلوقتي كلها توحدت، يعني هدفكم دلوقتي والاجنده دلوقتي كلها المفروض توحدت من اجل مصلحه الجمباز. ايه اللي انتوا عايزين تضيفوه؟ ايه فكركم الجديد للجمباز في الفتره القادمه؟ شوفي انا دخلت الاتحاد من باب مش من باب الممارسه، انا ما مارستش اللعب. نعم. انا كنت عضو مجلس اداره نادي، كان يعني دي لعبه من ضمن 24 لعبه كانوا في النادي، واللائحه الجمعيه العموميه، ودي حقيقه يعني الجمعيات العموميه القليله اللي في الاتحادات اللي اكتملت عشان تحط لائحتها بالشكل اللي هي اتحطت بيه، وحطت بند الاداره كجزء من شروط الترشيح. وعلى هذا الاساس دخلت انا، ودخل من المؤسسه العسكريه زميلي وليد شوقي. تمام. رقيب وليد شوقي. الفكره ان مشكله الجمباز هي مشكله اي لعبه، هي مشكله مصر ببساطه، هي مشكله موارد. الحقيقه يعني انا لما جينا بصيت على الميزانيه بتاع السنه اللي فاتت، لقينا ان احنا مثلا جالنا 8 مليون جنيه، صرفنا منهم اكتر من 2 مليون مرتبات، وده 25% واكتر من 2 مليون 400. ده يخلينا يبقى عندنا لمبه حمراء، لان المصاريف الاداريه المفروض ما تعديش باي شكل من الاشكال 7% 10%. صحيح. ما تقدرش تعدي اكتر من كده. صحيح. والحقيقه اعتقد ان مشكله تنميه الموارد دي
هي المشكله الاساسيه اللي يعني هي اعتبريها الموتور اللي هيشد بقيه القطر. هو اللي هيوفر فرص للاعبين لتاهيل لاعداد، لان الاعداد هو عباره عن فلوس. يعني الاعداد يعني تدريب، يعني معسكرات، يعني سفر، يعني اقامه، يعني تذاكر طيران، يعني فلوس مدربين. هي كلها فلوس. كويس. فاحنا من غير الموتور ده ما يمشي، مش القطر كله مش هيمشي. الجزء بقى الفني بتاع الجمباز زي ما قلت لك ال5 سنين فاتت، على حسب بقى ما زمايلي طبعا المتخصصين في اللعبه، اثر طبعا سلبا على الوضع الحالي. احنا معانا من المجلس الحالي 3 كانوا في المجلس السابق اللي منهم الرئيس. فالحقيقه ما عندناش مشكله في حته ان احنا نفهم ايه المشاكل ونستلمها ازاي. يعني الحته دي ميزه برضو في ان احنا يعني من اللي حصل في الانتخابات، يعني كل ده الشق الايجابي فيه يعني. فالحقيقه احنا يعني من غير ما نحل المشكله دي احنا هيبقى عندنا مشاكل، خصوصا سياده الوزير في الاجتماع الاخراني زي ما هيقلل ميزانيه الاتحادات اكيد، منها الاتحاد المصري. هو في الاول وفي الاخر احنا يعني في الدوله دي ليها ظروف. انتوا عرفتوا الميزانيه بتاعتكم الجديده كام دلوقتي المفروض؟ الموازنه ولا الميزانيه؟ بص اصل في الميزانيه اللي فاتت اتصرف حوالي 8 وشويه. تمام. كويس. الموازنه يعني احنا اكسبكتد ان احنا ممكن هنوصل ضعف الرقم ده. لا، وضح للساده المشاهدين برضو، نوضح لهم الفرق بين الميزانيه والموازنه. الميزانيه الموازنه دي في خطه نشاط تتحط، بلان بتحدد عليها، وبعد البلان ده بنحط عليها. تمام. خلاص. الميزانيه هي الحاجه اللي انا صرفتها في السنه الماليه دي، اللي انت صرفتها. تمام. يعني الموازنه هي الحاجه اللي انا عايز اصرفها السنه الجايه. لما السنه بتخلص بتبقى الفلوس اللي انا صرفتها الميزانيه. كويس. المفروض نظريا انا بعد كده بعمل تراكنج ان انا اشوف هل الفلوس اللي انا صرفتها هي اللي انا كنت حاططها في البلان. تمام. ولو هي ادتني نتائج، فبالتالي انا كده نجحت ولا فشلت. صحيح. ولو هي ما ادتنيش النتائج وادتني جزء منها، انا نجحت بنسبه كام في الميه. صحيح. كويس. اللي بيحصل طبعا ان بره الكوره خلاص، يعني عشان نكون واضحين يعني. وبره ان الكوره يكون احد طرفيها اهلي وزمالك يعني، ما حدش بيتفرج على لعبه، وبالتالي انا ما اقدرش ابيع اعلان. لا، ممكن تفرض نفسك على الجمهور بانجازاتك. يعني انت طب انت فكرتنا، يعني كل التحيه والتقدير لنجوم رفع الاثقال. نجوم رفع الاثقال شرفوا مصر في بطوله العالم الاخيره اللي كانت في الولايات المتحده الامريكيه. محمد ايهاب، ساره سمير، وشيماء، رباع مصر، استطاعوا ان هم يحصلوا على كام ميداليه؟ 6 ميداليات. 4 بعدين ايه؟ كل الدنيا راحت، الناس كلها كرمتهم، وناس ولسه وهيكون لهم. حضرتك عايز ايه تاني؟ انا هريحك خالص في القصه دي. مفيش شعبيه اكتر من شعبيات اللعبه الجماعيه. الشعبيه دي مش بايدي ولا طب اسمعيني بس عشان ايه نريح نفسينا في القصه دي وما نعملش يعني تعرف يعني يعني التوقعات العظيمه اخفاقات عظيمه. خلاص. في مساله بالذات السبونسرز دي، عشان بس مساله تكون واضحه. سبونسرز يعني اعلانات. تمام. خلاص. الرعاة. انتوا في الاخر حتى في دوري الكوره لو الماتش ما فيهوش اهلي وزمالك ما تبقوش اعلانات. ليه؟ مين قال لحضرتك الكلام ده؟ يعني بقعد نسمع. لا، حضرتك بتتابع الدوري وبتتابع استاد النيل وبتشوف اكيد الاعلانات في كل مكان. لا اوكي موجود عشان الدوري فيه اهلي وزمالك، لكن القصه ببساطه صح، كل رياضيين وكل مصر. لا، كل مصر يعني كمان. يعني انا افهم من كده ان هو لما هيمشي في الشارع خلاص هنلاقي طوابير هتقف تسلم عليه. يعني هي دي المشكله يا باشمهندس. الاعلان يعني ايه؟ لا يعني الاعلان يعني ايه؟ اسمعي بس. الاعلان يعني ايه؟ الاعلان يعني منتج ناس كتير عايزه تشوفه. كويس. الرياضه في المكون المصري مفهوم مش جزء من يومك. نعم. هي مشاهده. نعم. كويس. والمشاهده عندنا تحديدا في مجال كره القدم. نعم. هو الجمباز بس في ميزه شويه عن بقيه الالعاب، يمكن فيه هو والسباحه. انه هي لعبات تأهيلية، يعني 80% من اللي بيبتدي يلعب جمباز. صحيح. كويس. ما بيكملش فيه. صحيح. خلاص. دي حقيقة. فده الحاجة الوحيدة اللي تساعده على تنمية موارده، لأنه هو أول خطوة عشان تبقى لعيب هاندبول، أول خطوة عشان تبقى لعيب حتى يعني كورة، أول خطوة عشان تبقى لعيب أي حاجة. يا هتلعب دي يا هتلعب دي.
خلاص. لكن بره فكره ان تنميه الموارد بفكره ان انا احط اعلان خلاص والناس كلها في الشارع هتشوفه، دي مش، وده جزء من ارجع ليكي انتوا هتعملوا ايه في تنميه الموارد. ما هو المعلن مش هيجي لحضرتك غير بانجازاتك حضرتك وبانجازات الجمباز وبفكركم وبتسويقكم. هو مش هيجي كده زي ما حضرتك قلت على حاجه مش معروفه، كمعلن برضو عايز يحقق مكسب. طيب بس انتوا هتجذبوه، انا هقول مش هو اللي هيجي. ايوه اوكي، ما هو في الاخر وانتوا هتجذبوه ازاي؟ لا هو السؤال احنا هنجيب فلوس ازاي؟ السؤال ببساطه هنجيب فلوس ازاي؟ تمام. خلاص، هنجيب فلوس عن طريق حاجتين. وزاره الشباب ادتكم كام الاول؟ هو لسه احنا عشان احنا لسه مستلمين ما بقالناش اسبوعين، انا ما اعرفش حضرتك يعني احنا لسه هي تم انتخاب المجلس يوم 17 اكتوبر. نعم. لكن تم اعتماد ان في المجلس ان لازم يعني شعار الاتحاد يشهر كعلامه تجاريه. هاي تحطيه على الفانيلات، تحطيه على طب ما الحياه حلوه اهي وانتوا ماشيين في الاتجاه الصح. بس مش بالمفهوم بتاع تنميه الموارد في يعني اللي هو في ولو بادره خير. بس انا ليه انا هقول لحضرتك حاجه بس ما ما تزعلش مني. انا لو ما عندناش حل مش هنيجي. انا بحب لما يكون معايا ضيف بنتحاور بصراحه وشفافيه. ليه اشعر من ساعه ما انا بدات الحوار مع حضرتك في نبره تشاؤم؟ خلينا واقعيين. لا في تشاؤم وضع عند حضرتك بالزبط. ولا واقعيه؟ انا مش قادره يعني احددها. بص يا فندم، المدير هو اللي يقدر يحط بلان نقدر نحققه كويس. ونحققه ازاي؟ مش انه يقول كلام كبير وفي الاخر ما نوصلش لحاجه. يعني الوضع هيتحسن كويس، لكن بالصوره اللي احنا نيجي نقول عليها في البرنامج هنجيب رعاه ومش عارف ايه وهيحط لنا مش عارف ايه وفلوس ايه، لكن هيتحسن بالطريقه اللي احنا شايفينه انه هيتحسن بيها، هي طريقه مختلفه شويه. يعني هدي عليك مثلا من ضمن الافكار برضو المطروحه والحقيقه دي ابتدى فيها اتحاد الكوره في مشروع الهدف، وابتدى بيها دكتور خالد حموده في كره اليد لما خد الارض بتاعت الشروق وعملها مركز تدريب للمنتخبات. انا زرت هيئه المجتمعات، علاقه جيده بهيئه المجتمعات، وكان بصحبتي طبعا الدكتور ايهاب. اتكلمنا مع الناس في هيئه المجتمعات، مفيش مشكله لو حصل يعني تنسيق ما بين وزاره الرياضه وهيئه المجتمعات ان هم يدونا حته ارض هنعملها صاله لتدريب المنتخبات. تمام كويس. الصاله دي في حد ذاتها الارض ملك الدوله، فهي واقفه عليها من غير فلوس. كويس. ووزاره الرياضه تخش تبنيها كشريك للاتحاد، والاتحاد بشعاره وكفاءاته يخش في الاداره ويبقى جزء من الربح يروح للاتحاد. كويس. هي دي النمط اللي ينفع لتنميه موارد الجمباز. لكن الانماط الثانيه هتبقى، هل في اتفاق على هذا النمط في المجلس؟ انا هعرضه على المجلس القادم ان شاء الله. الزياره دي كانت من حوالي 8 ايام. لسه الجلسه الثانيه ما اتعملتش، وهنتكلم فيها هنخاطب الوزير، بس لازم الاول يتعمل زي دراسه جدوى للمشروع، لان الوزاره مش هتخش في مشروع هي مش عارفه اذا كانت هي نفسها هتكسب منه ولا لا. صحيح. هل برايك اللي احنا ممكن ان احنا نغلق الماضي بمشكلاته في الجمباز ونبدا بالظبط الصفحه الجديده بفكر جديد زي ما حضرتك ذكرت واديتنا بعض الافكار والمقترحات اللي انتوا هتحاولوا تنفذوها في الفتره القادمه، ونبدا زي ما قلنا بقى نخطط ازاي صناعه بطل اولمبي، صناعه ابطال يمثلوا مصر في بطولات العالم القادمه. هل ده ممكن تحقيقه في الفتره القادمه ولا زي ما قلت بمنتهى الشفافيه لا لسه محتاجين وقت؟ ما محتاجين وقت معناه ان احنا يعني هنعمله، بس محتاجين وقت. لا ما هو وقت دي احنا هنحدد سنتين، سنه، شهور، لا في شغل حدود الامكانيات المتاحه. لا بص في ما نقدرش كده ما نقدرش نقول بالشكل ده. يعني في طريقتين للشغل هنا. ان انا اللي هي الطريقه بتاعت الكتله، ان انا يبقى عندي القاعده عريضه قوي، فبنظريه الانتقاء الاحسن يطلع فوق. نعم. كويس. ويبقى المنتخب هو احسن الناس الكتير. كويس. وفي طريقه تانية اللي هي لما تبقى مواردك محدوده شويه، انك تركز على 3 4 لعيبه 5 لعيبه انت شايفهم بروميسنج، فبالتالي انت هتشتغل عليهم. صح كده. انتوا هتسيروا في انهي اتجاه؟ في المدى القصير هنشتغل في الاتجاه الاولاني. تمام. كويس. لكن لازم نحط المدى القصير ده يعني التايم بتاعه قد ايه؟ لا احنا عندنا بطولات عالم محدده لنا البلان بتاعتنا، ما نقدرش احنا
انا ما اقدرش اطلع بره مواعيد بطولات العالم. يعني هديك مثل. احنا عندنا 3 بطولات كبيره هي اللي بنترجتها دلوقتي او عايزينها. كويس. هدفكم دلوقتي؟ الهدف بتاعنا طبعا الاولمبياد، وده طبعا هدف كبير جدا، وخلينا واقعيين. 2020 يعني هنحاول، بس طبعا انت فاهمه يعني مش عايزين نخش في القصه دي. الاولمبياد شباب، وده وارد جدا ان احنا نعلق فيه ميداليه، لان الارجنتين دي 2018 المفروض السنه الجايه. كويس. 2018. كويس. وعندنا ولاد، يعني عندنا ولاد كان اعتقد الهامي كان محقق 5 شباب. عندنا يعني عندنا ولاد كتيره تقدر تشتغل في القصه دي. عندنا في الشباب الصغير عندنا عبد الرحمن بتاع نادي الصيد. عندنا ولاد تقدر تخش في القصه دي. نعم. ده اولمبياد شباب هدف سهل. نعم. نقدر نشتغل عليه ونقدر نتارجت له رقم. خلاص ان احنا لازم نعلق فيه ميداليه. ده بكلمك على الولاد، فني ولاد. نعم. بس اشرح لحضرتك حاجه بس بسيطه بعد اذن حضرتك. هو الجمباز لغايه السنه اللي فاتت كان 4 افرع، دلوقتي 5 افرع. فني ولاد، فني بنات، حلو، ايقاعي، ترامبولين، هايل، حاجه دي اسمها ايروبكس اللي انتوا بتحبوها. ايروبكس تمام. لا، اكتر حاجه بتعمل فلوس في الاكاديميات. طيب حلو، اضفتوها. يعني فانا بتكلم على الفني ولاد بس. لكن لما نيجي مثلا نبص على البلان بتاع الفني بنات، طبعا انا بس هحاول هيك الملفات علشان بس اذكر زمايلي في المجلس بعد اذن حضرتك. اتفضل. يعني اللي ماسك الملف بتاع الفني ولاد احمد طلعت، نائب رئيس الاتحاد المهندس احمد طلعت. واللي ماسك الملف بتاع الايروبكس الدكتوره فاتن بطل. واللي ماسك الفني بنات دكتوره لاميا. نعم. واللي ماسك طبعا الايقاعي، وده متوقع جدا جدا. على فكره احنا علقنا قبل كده في اولمبياد شباب ايقاعي من، بس كان فريق جزيره على بعض. نعم. يعني احنا ما كانش منتخب، هو كان فريق جزيره. حضرتك ايه الملف اللي ماسكه؟ خلاص. انا ماسك الجزء المالي والاداري والجزء بتاع المانجمنت نفسه. علشان كده مكبل يعني بالضغوط، لان طبعا لازم يكون في استثمارات، لازم يكون في موارد. حضرتك بتفكر ازاي ان ممكن تجيبها؟ بصي، اي نشاط في الدنيا اوله واخره فلوس. صحيح. لا اختلف مع حضرتك، بس لازم مش كل حاجه اخره اداره وانضباط. صحيح. لكن ما نعتمدش كل حاجه. احنا خلاص اتفقنا منذ فتره ان الدوله يعني في قدر معين بتساهم فيه بالظبط، لكن هي عندها كم اتحاد وكم رياضه عندنا قصور. تمام. يعني فلازم احنا نبدا نبحث بالظبط كيفيه تنميه موارد، ودي شطارتكم بقى انتوا. ده الموضوع من اوله لاخره بالظبط كده. بس فالحقيقه قانون جديد سمح بالنوع ده من انواع النشاط. يعني انا ما كانش في قانون 77 انا اقدر اعمل النوع ده من الاكاديميات ولا الشهر ولا اخلي اكاديميات رسميه. قدامكم حريه اهو. يعني نبدا بقى اللي احنا قعدنا دلوقتي شغالين على الاكاديميات والشروط اللي هتوفر في الاكاديميه، لان طبعا انت بتدي رخصه او شهاده ميلاد لكيان في الرياضه. ما ينفعش اي حد عنده مثلا بدروم مثلا يعملوا صاله العاب وهو ساكن، مش نشاطه مش رياضي او تجاري. كويس. ما ينفع يعني انا ما ينفعش اخالف حتى وانا بنمي الموارد قوانين الدوله. صحيح. كويس. فلازم الكلام ده يعني بيتحط له نظام، والنظام ده هنقدر نعمل منه حاجه كويسه. ايه ابرز البطولات اللي حضراتكم هتشاركوا فيها في الفتره القادمه؟ ما انا قلت لحضرتك هي في عندنا 3 عينين عليهم كبار. اول بطوله خلاص معانا احنا الارجنتين وطوكيو. ايه اول؟ في 2004 في ابريل 2018 ابريل 2018. تمام. في بطوله ايقاعي. كويس. وترامبولين. تمام. ودي كانت خناقه ما بيننا احنا وناميبيا والجزائر، ناخدها هنا ولا هم ياخدوها. نعم. الحقيقه ربنا وفقنا واخدناها، والشكر موصول طبعا للي دخلت لعبه ترامبولين في مصر، الدكتور الاستاذه لاميا صقر. لاميا صقر كانت الرئيسه بتاعت الاتحاد في 2013، وهي حاليا عضو مجلس اداره نادي الجزيره. هاي. لاميا ليها كونكشنز كويسه، بتقدر هي اتصالات وعلاقات جيده معانا. قدرنا ناخد البطوله دي مواليد 2003. البطوله دي فيها يعني كبار وصغار في الايقاعي. كويس.
المواليد 2003 فيها دي بطوله مؤهله للاولمبياد. طيب ماشي. اولمبياد شباب طبعا. عشان يعني 2003 يعني اولمبياد الشباب. كويس. البطوله دي هتتلعب هنا في مصر في الفرعين دول، في اللي هي في دي احنا بنستهدفها. كمان بنستهدف في الايقاعي بالذات، الايقاعي في فردي وفي جماعي. انا يعني او الاتجاه الاتحاد على حسب ما انا شايف اللجنه الفنيه اللي ماسكاها استاذ نوح عبد الوهاب، نائب على فكره، ونوح برضه نائب رئيس اتحاد، نائب رئيس اتحاد دولي في لجنه نائب رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي. نعم. بتستهدف يعني علشان توسع شويه القاعده، بتستهدف الجماعي اكتر من دي بطوله مهمه. احنا قلنا في الفني اولاد دي الاولمبيكس طبعا يعني دي، وطبعا الشباب وبطوله البحر المتوسط. اكيد ده هي الاهداف هم اللي دول هم دول يعني طبعا احنا بنتمنى لكم التوفيق والارتقاء بالجمباز في الفتره القادمه بمختلف تصنيفاته، لان احنا عارفين طبعا ان الجمباز في بعض التصنيفات فيه بتكون مرهقه ومكلفه لانه بيحتاج ادوات واجهزه، وفعلا يعني احنا برضو بنلتمس لكم العذر، لكن زي ما قلنا دور حضراتكم في الفتره القادمه اللي انت تبداوا تفكروا ازاي اللي انتوا تستثمروا حتى لو في صعوبات، لكن بانجازاتكم وبمجهوداتكم ممكن تقدروا الموضوع مش صعب قوي، تفرضوا بالظبط تفرضوا رايكم، تفرضوا قدراتكم على كل السبونسرز او كل الرعاة. نرجع تاني نقول يعني هي دي نقطه الاختلاف يعني. اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم. شرفنا في هذه الفقره المهندس وائل السرنجاوي، صح كده؟ سرنجاوي صح كده. تمام. يا رب تكون دايما اضافه ان شاء الله للاتحاد المصري للجمباز. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في اصداء الملاعب. يا رب كانت حلقه خفيفة مفيدة لحضراتكم، استفدتوا معانا فيها بمختلف الموضوعات والقضايا الرياضية وشاركناكم في كل حاجة. لا أملك في النهاية سوى تقديم الشكر لفريق عمل هذه الحلقة، من أسرة الإعداد زميلي العزيز أسامة عبد العزيز، ومن أسرة الإخراج زميل العزيز وليد سليمان، ومن أسرة التنسيق الزميل الأستاذ عبد سالم، ولكم أرق تحياتي إمام مصطفى.